ودلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رأيكم بقى في طبق الجبنة القمر ده؟ حاجة كده تحفة جدا، بنشتريه من بره بأسعار خيالية ما تستاهلش ابدا ان احنا نشتريها بالأسعار دي. عملناها مع بعض كده بمكونات بسيطة ومكونات موجودة في كل بيت. بتمنى الوصفة تعجبكم وتكون خفيفة على قلبكم، ويا ريت يا ريت يا ريت ما تنسوش ابدا تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. وبفرح جدا بدعمكم ليا وبكومنتكم الظريف جدا، وبفرح جدا بكل واحد بيقول لي رأيه بجد بطريقة محترمة جدا زيه كده. بتمنى كل الوصفات تعجبه، ويا ريت يا ريت يا ريت كل الوصفات تبقى خفيفة على قلبكم. يلا بينا كده مع بعض كده نشوف ايه هي مكونات الجبنة القمر دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كده حاجة حلوة جدا كلنا بنحبها، وطبعا احنا ولادنا دلوقتي في المدارس بيحبوا جدا السندوتشات ديت معاهم في اللانش بوكس، وبنضطر ان احنا نشتريها بأسعار خيالية. يلا نعملها مع بعض كده بأسعار بسيطة جدا، ومكونات كلها موجودة في البيت. طبعا هتقولي مكونات كلها موجودة في البيت، ايوه اللبن البودر بيبقى موجود في البيت والزبادي والحاجات دي كلها. يلا نعملها ومش هتكلفنا كتير بدل ما نشتريها باسعار غاليه كتير. يلا بينا، بس اهم حاجه وقبل اي حاجه يا ريت ما تنسونيش باللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا بسرعه كده نشوف ايه هي المكونات معانا. انا معايا هنا كده علبتين من الزبادي بتاع الشركات، ومعايا 4 قطع كده من الجبنه النستو، اي قطعه انت بتحبيها، اي قطعه جبنه انت تحبيها تفضليها يعني. ومعايا هنا كوبايتين كده من الزبادي، انا اللي عاملاها يعني بمقام كوبايتين من دول. ومعايا هنا بكل كوبايه من الزبادي عليها معلقه من اللبن البودر، وربع معلقه بسيطه خالص كده من الملح او اقل من الربع. طبعا انا حاطه كده كله مع بعضه، وطبعا هنحتاج معاهم الزيت. يلا بينا نروح على الخلاط، واحنا مش عايزين نطول عليكم الفيديو، بس اهم حاجه وقبل اي حاجه يا ريت ما تنسونيش باللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. خليكم معايا للاخر عشان تشوفوا شكل الجبنه بتاعتنا. بتمنى ان الوصفه تبقى خفيفه على قلبكم وتعجبكم باذن الله. يلا بينا نجيب الخلاط ونرجع تاني مع بعض. هننزل معانا كده بكوبايتين الزبادي اللي انا عاملاهم في البيت. طبعا ده انا اللي كنت عاملاه في البيت، فطبعا احنا عمرنا ما هنشتري العلبة من بره تكون ايه مليانة كده كتير. هنبدأ نفضي كده كل المكونات، كده مع بعض. طبعا الزبادي بيبقى فيه شرش كده، ان احنا نرمي الشرش بتاعها ده كده، المية بتاعتها كده، ونبدأ ناخد الزبادي كده بس، ونزلنا بالزبادي كده. وهنبدأ ننزل بقطع الجبنة النستو بتاعتنا، طبعا اي نوع انت تفضليه، بس يعني انا ما بفضلش ان انا اجيب القطع اللي هي طعمة والحاجات دي، احنا عايزينها تكون واخدة طعم الجبنة البريزيدون اللي احنا بنشتريها من بره باسعار خيالية وما تستاهلش كل الاسعار دي. هنبدأ كده ننضف كده، خلاص فاضل ايه كده القطعتين بتوع الجبنة. وهنبدأ كده خلاص حطينا ال4 قطع جبنة، وهننزل عليهم كده بال4 معالق كده من اللبن البودر. طبعا كل المكونات لازم تكون قد بعضها، وهنضرب كده كل المكونات دي كده مع بعضها. مع بعضها في الخلاط بتاعنا، ونرجع تاني نشوف بقية الوصفة بتاعتنا ازاي. طبعا احنا لسه مش هنضيف الزيت خالص دلوقتي، هنضيفه واحدة واحدة بالتدريج. وهنا كده يا حبايبي بعد ما بدأت كده خلاص ان هي تتظبط بقى كده معانا، وطبعا ضربناها كده، هنبدأ ننزل كده عليها واحدة واحدة كده. هنشيل الغطا اللي فوق في الخلاط بتاعنا، ونبدأ ننزل عليها واحدة واحدة كده بالزيت علشان خاطر تاخد طبعا هنضربها في الخلاط بعد ما نزلنا عليها كمية الزيت. طبعا احنا حطينا عليها نص كوباية من الزيت، وهنبدأ نضربها علشان تاخد القوام التقيل بتاع الجبنة بتاعتنا. ويلا بينا نشوف الزيت هيلفها ازاي، هيلف الجبنة بتاعتنا ازاي. وطبعا لو لقيتيها خفيفة ممكن تزودي يا لبن بودر يا تزودي قطع من الجبنة النستو، اللي تحبيه زوديه مفيش اي مشكلة. ده بيزود طعمها وبيخلي طعمها تتقل كده زي بتاعة الجبنة بتاعة بره. طبعا احنا لسه هنحطها في التلاجة وبتسقع وبتتقل كده شوية، وبتبقى طعمها تحفة جدا. بتمنى تجربوها وتبقى خفيفة على قلبكم، بس اهم حاجة وقبل اي حاجة يا ريت ما تنسونيش بدعمكم ليا باللايك والكومنت علشان خاطر نوصل لكل جديد معاكم باذن الله. طبعا يا حبايبي احنا هنا كده شايفين كده القوام بتاعها كده جامد جدا زي بتاع بره. طبعا انت تقدري في الخطوه دي بقى قبل ما خلاص ما هتفضيها تقدري تشوفي الملح بتاعها اذا كان مظبوط ولا لا، ولا زي ما بتحبيه ولا لا. طبعا انت اللي تقدري تتحكمي في الملح بتاعك، مش زي ما بتيجي من بره خالص.
تبقى بتاعت بره طبعا ما بيبقاش فيها ملح كتير، بس دي تقدري تظبطي الملح بتاعها انت بايدك. فدلوقتي احنا هنضربها تاني ونرجع تاني نشوفها مع بعض هتبقى ازاي. طبعا احنا زودنا لها الزيت، وطبعا لو لقيتيها خفيفه معاكي تقدري تزودي لها قطعه من الجبنه النستو تاني او من اللبن البودر. هنرجع تاني نضربها بعد ما حطينا لها الزيت، هنضربها تاني كويس عشان نبقى ضامنين ان كل حاجه اتمزجت مع بعضها كده، ونرجع تاني مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي كده بعد ما خلاص ضربناها كده كويس جدا، هنبدا ننزل كده. طبعا شايفين احنا كده القوام بتاعها كويس جدا. هنبدا بصوا القوام بتاعها تقيل زي اللي بنجيبها من بره، وطبعا نفس الشكل، وبجد طعمها تحفه جدا بعد ما بتظبطي لها الملح بتاعها. اهم حاجه ان انت لازم تكوني حاطه نوع زيت كويس جدا. بصوا كده القوام، يعني متهيألي ان انت تعملي بيها كده الساندوتش كده تحفه جدا. خلاص كمان ولو عايزه تخففيها عن كده تمام، ممكن تحطي لها شويه زيت كمان وتضربيها تاني. اهم حاجه في الجبنه دي ان انت لازم تكوني حاطه نوع زيت كويس، تكون مش زيت تموين، يعني يكون نوع الزيت نفسه كويس علشان خاطر تديكي نتيجه كويسه وما يبقاش ليها اي ريحه ولا اي حاجه من الكلام ده. هنبدا دلوقتي نغطيها ونحطها في التلاجة كده نص ساعه، ونرجع نعمل بيها احلى ساندوتش. بجد حاجه كده تحفه جدا، بتمنى تجربوها وتقولوا لي كده في الكومنتات اذا كانت الوصفه عجبتكم ولا لا. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. خليكم معايا للاخر. ودلوقتي يا حبايبي خلاص كده بعد ما جهزناها معانا وفضيناها في البطرمان كده، طبعا رميت معانا حبه حلوين جدا من شويه كده، من 4 كوبايات زبادي، وطبعا كوبايه تانية قد البطرمان ده. هنحطها في التلاجة دلوقتي ونرجع تاني مع بعض نشوفها بعد ما تجمد كده شويه، ونرجع تاني نشوفها في السندوتشات هتبقى عامله ازاي. بتمنى الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم، ودعموني دايما باللايك والكومنت، وما تنسونيش دايما ان انتوا تدعموني دايما علشان خاطر كل جديد يوصل لكم من القناه باذن الله. يا رب كل الوصفات تبقى خفيفه على قلبكم باذن الله. ودلوقتي يا حبايبي نقدر نقول بقى مع بعض كده خلصنا كده طبق الجبنه بتاعنا القمر ده. حاجه كده تحفه جدا، بنشتريها من بره باسعار خياليه ما تستاهلش خالص ان احنا نشتريها. طبعا احنا في الدراسه دلوقتي، طبعا احنا شايفين القوام بتاعها وسمكها كده بجد تحفه جدا. بفرح جدا بدعمكم ليا وبكومنتكم، اي كومنت ظريف كده زيكم كده بيعرفني ان قناتي ليها متابعينها المحترمين بجد اللي بيقولوا رايهم بطريقه محترمه. بتمنى كل الوصفات تعجبكم. يا ريت ما تنسونيش ابدا باللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت يا ريت دايما دعمكم ليا بيفرحني بجد. بتمنى كل الوصفات تبقى خفيفه على قلبكم. يا ريت ما تنسونيش باللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. وتعالوا كده بقى نشوف كده مع بعض كده سمك الجبنه اللي احنا بنشتريها من بره، اللي ما تستاهلش ان احنا نشتريها خالص من بره. بصي كده الجبنه اهي، سمكها طبعا سمكها باين خالص كده، بجد تحفه جدا بمكونات موجوده في كل بيت. بتمنى يا رب كل الوصفات تبقى خفيفه على قلبكم وتكون عاجباكم باذن الله. يا ريت ما تنسونيش باللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. ودلوقتي نقدر نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.